الأول في سيئون وآخر تطورات المشهد اليمني في حضرموت. تفاصيل الخبر. أهلا بكم. واصلت قوات الإصلاح اليوم استنفارها في معقلها الرئيسي بمحافظة حضرموت شرقي اليمن. جاء ذلك تزامنا مع تلويح رئيس الجمعية الوطنية للانتقالي أحمد بن بريك بالهجوم على مدينة سيئون ردا على استهداف فعالية للمجلس الموالي للإمارات. وقالت مصادر محلية إن العشرات من قوات المنطقة العسكرية الأولى المحسوبة على الإصلاح انتشرت مجددا في منافذ ومخارج سيئون، وشددت إجراءات الدخول والخروج من وإلى المدينة. ولم يعرف بعد أسباب استنفار قوات الإصلاح في عقر دارها، وما إذا كان الأمر يتعلق بالتوترات القائمة مع الانتقالي ومخاوفها من اجتياح مرتقب لفصائل المجلس لمدينة سيئون والانتشار في مديريات الوادي